المغرب. حكيم زياش بأداء أسطوري وممتع يتلاعب بالدفاع البلجيكي ويقود المغرب لفوز تاريخي كأول منتخب إفريقي يفوز على بلجيكا في كأس العالم. إيه المهارة العالية والمتعة دي يا زياش؟ مش ممكن بجد، أبهرتنا بالتأسيس رائع للكرة وسيطرة تامة على مجريات وأحداث اللقاء من لاعبي أسود الأطلس اللي دايما بنشوف معاهم أداء عالمي أوروبي. شرفتونا بجد ورفعتوا راسنا. قبل نهاية الشوط الأول حكيم زياش يحرز هدف جميل وخلاص هنختم الشوط الأول بالتقدم، إلا إننا اتفاجئنا بإلغاء الهدف وضاعت فرحتنا بالهدف، رغم إنها لو كانت لبلجيكا كانوا حسبوا هذا الهدف، لأن غانم سايس ملمسش الكورة، بس عشان إحنا منتخب عربي لازم طبعا نحرمه. لكن سرعان ما جاء رد الرجراجي اللي شكله كده زعل من إلغاء الهدف في الشوط الأول وحلف إنه ينزل الشوط الثاني بتغييرات تقلب الموازين. وبالفعل صبير بيحرز هدف ولا أروع من ركلة حرة مباشرة على الزاوية، يسجلها بطريقة جميلة جدا لدرجة أن كورتوا دخل مع الكرة الشباك أيضا. المنتخب المغربي أحرز الهدف الأول وقال لك ما بدهاش بقى، إيه الخصم الضعيف ده، أما تسلى عليه شوية وهدده. وبالفعل واصل الضغط وأحرز الهدف الثاني عن طريق بوخلال لتعم الفرحة على المغاربة والعرب والشرق الأوسط كله. احنا كنا قلقنا على ياسين بونو إن خرج من التشكيل الأساسي قبل بداية المباراة، لكن منير المحمدي كان حاضرا وفي الموعد. المنتخب المغربي أرهق البلجيك، حتى دي بروين الأسطورة بتاعهم وإيدن هازارد كلهم اختفوا. حكيم زياش كان نجم أفضل منهم، صبيري كان ممتاز. منتخب الساجدين شرفنا ورفع راسنا، كل اللاعبين كانوا جيدين، يكفي إن هم بكوا ونجمهم كان قليل الحيلة أمام الأسود، وحارسهم أصبح في مهب الريح أمام أسود الأطلس. حارس بلجيكا كورتوا في مهب الريح بفضل هؤلاء الأسود الذين لا يهبون أحد ولا يعملون حساب لأحد. ونجمنا كان هو سيد اللقاء ونجم المباراة. برافو أمرابط، أداء خيالي، الفرحة حلوة مفيش كلام، نستحقها بفضل الله. برافو منير المحمدي، أداء رائع. نايف أجرد الجندي المجهول الذي لا يبخل بنقطة عرق وحيدة على منتخب بلاده. متشكرين يا بوخلال على هدفك الرائع، وشكرا يا مزراوي على أدائك الجميل. وليد الرجراجي قاد المباراة بشكل جيد وبحكمة كبيرة، هو سبب الفرحة وسر الفوز وسر السعادة في هذه الليلة الجميلة التي لم ولن ينساها الشعب المغربي والجماهير المغربية. افرحوا، تستحق الفوز، وأي فوز هذا ليس مجرد فوزا عاديا، بل كان تفوقا طوال 90 دقيقة. وعلى من؟ على منتخب تصنيفه هو الثاني عالميا، منتخب بلجيكا منتخب قوي. الآن ارفعوا رؤوسكم يا مغاربة، أنتم الأفضل والأقوى والأحسن في هذا المونديال، وبإذن الله ستنتصرون دائما وستصلون إلى أعلى المراحل الإقصائية في هذا المونديال. ما حدث أمام بلجيكا لنجعلها تكون هي البداية وتكون الانطلاقة الحقيقية لزئير أسود الأطلس في كأس العالم قطر 2022، لنثبت للعالم أن العرب لديهم مستوى رائع من الكرة، وبإمكاننا إحراج أي منتخب عالمي مهما كان مستواه، مهما كانت نجومه، مهما كان تاريخه، فالجميع يسقط
أمام أسود الأطلس. هيا بنا يا رفاق لنكون الحصان الأسود في هذا المونديال، ونكتب ونسطر المجد بحروف من ذهب، ونضع أسامينا على القمة دائما. ونختم هذا الفيديو بهذه الصور الجميلة لأشرف حكيمي ووالدته، التي هي بالتأكيد فخورة به كما نحن فخورون به تماما. في نهاية goal scorer for Morocco, number 14 أبوطة. هدف لصالح منتخب المغرب عن طريق اللاعب رقم 14 زكريا أبو خلال.